هو ليه انا اشتري الايفون 14 العادي لما في نفس الوقت ممكن اشتري ال 13 العادي بنفس السعر؟ عايز تعرف ازاي؟ تعال اقول لك ازاي. بس انزل الاول اعمل لايكك الجميل واشتراكك الاجمد عشان نوصل 1000 مشترك في اسرع وقت يا حبيب قلبي. يلا بينا. عشان تشتري الايفون 14 العادي انت ممكن توصل ل 35000 جنيه مصري. لا انت خليك في 25000 جنيه بدون ضرائب هتشتري الايفون 13 العادي. طب ليه ما اشتريش ال 14؟ ولا هو خساره وخلاص؟ لا خساره وخلاص. ليه؟ لان ال 14 بيجي بنفس معالج ال 13 العادي، نفس المعالج اللي هو الاي 15 بايونيك. فانت ليه تدفع 10000 جنيه فرق؟ ولا في سنوات زياده تحديث، ولا في شاشه احسن، ولا في معالج احسن. ما فيش اي حاجه احسن تذكر من شركه ابل. انت ليه تدفع فلوس زياده؟ بس كده ده كل اللي كنت عايز اقوله لك عشان تعرف انت ليه تشتري الايفون 13 العادي مش ال 14 العادي. انزل بقى اعمل لايك الجميل والاشتراك الاجمد. بس في نهايه الفيديو نصلي على سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام. سلام يا حبيبي.